تعالوا نتكلم بصراحة شوية. لو حد عايز يشتري وحدة سكنية وبيدور في السوشيال ميديا أو على جوجل، هيشوف نفس الإعلان للمشروع ده بس ل10 شركات بروكرز. خلينا برضو نتفق إنه بيتواصل مع أكتر من واحد في نفس الوقت، مع الأخذ في الاعتبار إن العميل العقاري مش بيشتري من أول مكالمة أو رسالة. دي مشكلة، مشكلة وموجودة في كل شركات التسويق العقاري تقريبا. بس اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان اللي بيفرق فعلا انك تفضل قدامه وتتابعه مره واثنين وثلاثه في نفس الاسبوع اللي الكل فيه بيصرف اعلانات. طبعا محتوى الرسائل اللي انت بتبعتها له خلال الاسبوع هو ده اللي بيبني معاه العلاقه وبيخليه يثق فيك. مش بس كده، ده انت بتثبت في ذهنه، انت بتبقى الاختيار الاول او اول شخص بيختار يكلمه لما ياخد قرار الشراء. عايزين نترجم الكلام ده. يعني لو انت بتعمل اعلان زيك زي بقيه شركات البروكرز بس بتستخدم اداه اسمها الايميل ماركتنج، انت بتفرق عن التسع شركات التانيين بانك بيبقى ليك الاولويه وتبقى اول اختيار قدام العميل. انت بقى لو لسه بتتعرف على الاداه دي او ما استخدمتهاش قبل كده، تعال اقول لك باختصار مميزاتها وعيوبها. هقول لك على 3 مميزات. اول حاجه، رخيصه جدا وفعاله. يعني ايه؟ يعني ممكن توصل لآلاف العملاء المهتمين في دقايق معدودة، تكلفة أقل كتير من أي إعلان ممكن تعمله على السوشيال ميديا أو جوجل آدز أو حتى معرض عقاري. هي رسالة واحدة في دقايق هتوصل لصندوق الوارد ل20 ل200 ل2000 عميل مهتم بالمنطقة اللي فيها المشروع أو البراند اللي عايز يشتريه فيه. يعني مش رسائل عشوائية. تاني حاجة بقى إن كل شيء قابل للقياس. يعني إيه؟ يعني تعرف مين فتح الرسالة، مين ضغط على اللينك بتاع الواتساب اللي جوه الإيميل، طب مين تجاهل الرسالة ما فتحهاش. تالت حاجة بقى هي التخصيص. يعني ايه برضه؟ يعني مش كل العملاء زي بعض. واحد بيدور على وحدة سكنية، التاني بيدور على محل، التالت بيدور على فيلا. عن طريق الإيميل تقدر تبعت لكل فئة محتوى وعرض خاص بيها هي بس. عميل الفلل يروح له فلل، عميل الوحدات السكنية يروح له وحدات سكنية، التجاري والإداري يروح له برضه المحتوى بتاعه. هنا العميل بيحس إنك بتكلمه شخصيا، مش مجرد بتبعت رسائل عشوائية وخلاص. طب على فكرة في تحديات وفي سلبيات في موضوع الإيميل ماركتينج، تعال ندردش فيها. على فكرة الناس مش بتفتح الإيميل، دي معلومة خاطئة. 60% من الناس بتفتح إيميلاتها يوميا، و95% من الناس بتتصفح الإيميل بتاعها كل 48 ساعة. مفيش حاجة اسمها محدش بيفتح الإيميل. طب خلي بالك بقى، كل الايميلات اللي احنا بنبعتها بتروح على السبام، مش بتوصل الوارد او الانبوكس. بسيطة، حلها انك تستخدم دومين احترافي باسم شركتك ومنصة تكون موثوقة. بمعنى لو انت بتشتغل في بروكر العقارية، يبقى info@broker.com.eg. استخدم منصة ميلر لايت وابعت من خلالها. بكده تضمن ان الايميل هيوصل الانبوكس بنسبة 100%. طب على فكرة المحتوى بتاع الإيميل بيبقى ممل وطويل والناس ما بتفتحش الرسالة. بسيطة، استخدم عناوين جذابة مميزة، استخدم تصميمات مختلفة عن المنافسين، حط عروض، اختار أوقات صح تبعت فيها الإيميل وشوف الفرق بنفسك. طب على فكرة العميل بيفضل الواتساب أو المكالمة عن إنه يقرأ الإيميل. بسيطة، حط في آخر الإيميل لينك للواتساب أو رقم مباشر ليك، سهل عليه الوصول ليك وما تكسرش خصوصيته. بدل ما تخش على الواتساب ويعمل لك بلوك او يعمل لك بلوك، يعمل الرقم بتاعك بلوك، انت ما بتكسرش الخصوصيه بتاعته. انت بتقول له لو انت عجبك العرض ده بالشكل ده، اتواصل انت معايا. تفرق كتير. اخيرا بقى، الايميل ماركتنج مش اداه قديمه زي ما انت متخيل، ده خط تواصل مباشر شخصي بينك وبين العميل، فعال جدا. عشان تبقى عارف، بيبني ثقة، بيخليك حاضر في ذهن العميل حتى بعد ما ينسى الحملة اللي شافها قبل كده. ابدأ بقى دلوقتي فكر ازاي تبني قاعدة عملاء بريدية وتقدم في الإيميل قيمة حقيقية بشكل مختلف ومنظم. لسه برضه مش مقتنع بالتسويق العقاري عبر البريد الإلكتروني؟ تابعني بقى وهقول لك خطوة بخطوة ازاي تبيع عن طريق البريد الإلكتروني من غير ما تعتمد على الإعلانات بنسبة 100%.